بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم على نبي شهرته النبي الباكي، وهو النبي إرميا. النبي إرميا، أو احنا متعودين نقول عليه أرميا، لكن هو الحقيقة إرميا في النطق الصح بتاعه. اختاروا ربنا منذ حدثاته أو من صغره يعني، وهو صبي، وطلب منه إنه هيكون النبي، وبيقول له أنا عرفتك من بدري قوي يا حبيبي، وانت اللي هتكون النبي بتاعي. الحقيقة أرميا كان حاسس إن المسؤولية كبيرة عليه وحاول يعتذر، لكن ربنا شجعه وقال له الآتي: جعلت كلامي في فمك. يعني انت هتتكلم باسمي، هتكون نبي للشعوب، توبخ وتشيل وتحط. أنا اللي بتكلم من خلالك، انت أداة لكن أنا المتكلم. طيب سر قوته ايه؟ زي ما اتفقنا او زي ما شفنا، نمرة واحد اتضاعه، ان بيقول لربنا انا معرفش، لكن كان داخل على حتة صغر نفس، فربنا شد عليه شوية، قال له اوعى تخاف منهم، وإلا انا هوريك الخوف شكله ايه، لا ترتاع امامهم لئلا اريعك. وبعدين ربنا سنده، فما بقاش حاسس ان هو شغال لوحده، وعشان كده قدر يقف ويكذب الانبياء الكذبة، وقدر يقف قدام الكهنة، وقدر يقف قدام الملك. وحتى لو كان الامر انه اتسجن برضه مش مهم، ورموه في جب فيه طين، وكان طين كثيف هيغرق، لكن ربنا دبر ان هو يخرجه. الحقيقة نقدر نقول كمان ان سر قوته يرجع لقلبه الرقيق، قلبه الرقيق اللي بيقول كده: يا ريت عينيا تكون ينابيع مياه كثيرة، علشان يفضل يبكي طول عمره جرحى بنت شعبه، او يعني ضحايا شعبه اللي الشيطان ضحك عليهم. مين فينا قلبه زي قلب أرميا، مهتم بكل الناس اللي حواليه ومهتم بقصة خلاصهم؟ الحقيقة قعد فترة طويلة قوي، تقريبا 40 سنة نبواته متصلة، وربنا كان بيسنده قوي. يا ريت الحقيقة كل الناس وخاصة الخدام يتعلموا من أرميا رقة القلب والدموع أمام الله من أجل الناس اللي بتخدمهم. يبقى سر قوته كان اتضاعه ومساندة ربنا ليه، وقلبه الحساس قوي قوي على كل نفس من نفوس شعبه. ربنا يفيدنا بصلواته، أمين. صباح الخير.